هاي يا أمارات، ازيكم؟ في الفيديو ده عايزة أوريكم ازاي ممكن تستعملوا قلم الكحل اللي عندكم في انكم ترسموا اي شادو سموكي. وأنا شخصيا بحب الطريقة دي لأن دمجه بيبقى سهل جدا ومش بيبقى عامل زي الاي شادو البودرة، فبيبقى سهل في دمجه وما بيقعدش يوقع بودرة سودا حوالين عينينا ويبوظ لنا باقي المكياج. وكمان ممكن تدمجوه بصباعكم، مش لازم يعني فرشة. على العموم مش هطول عليكم أكتر من كده، يلا نبدأ الفيديو. هبدأ كالعادة إني أخبي الهالات بكونسيلر فيه درجة تصحيح. أنا بستعمل درجة سالمون علشان أحايد الهالات وأخليها قريبة من بشرتي. هدمج الكونسيلر كويس على منطقة الهالات، وهنا بستعمل كونسيلر شي جلام. بعد كده بستعمل كونسيلر لون بشرتي كأساس لعيني، وهنا بستعمل لوريال انفاليبل كونسيلر. بعد ما أوزعه بطبطب عليه بإسفنجة مكياج أو بيوتي بلندر مندية علشان أسحب أي زيادة، وكمان علشان أخليه ناعم ومش مخطط. بعد كده جبت قلم كحل NYX جامبو لونه أسود، وهستعمله كطبقة الباك جراوند للآي شادو علشان تغمق أي لون أحطه عليه. ودي أكيد عند المبتدئين هتبقى أسهل بكتير من دمج آي شادو بودرة أسود. هوزع الكحل على عيني بس مش هاجي جنب الزوايا ولا تجويف العظمة، وهعمل شكل دايرة زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. وبعد كده بفرشة دمج ناعمة أو بصباعك هتبدأي تدمجي الأطراف بطريقة خفيفة جدا، بس علشان ما يبقاش طرف الدايرة فيه خط حاد. عايزينه يكون عند الطرف كده متدرج من أسود غامق ويفتح شوية عند الأطراف، وهتعرفوا ليه دلوقتي. بعد كده هنجيب لون اي شادو يليق على فكرة السموكي، يعني بنيات، أزرق غامق، ممكن كمان الأخضر الزيتي الغامق. لكن أنا هنا في الفيديو هستعمل اللون الأحمر الغامق اللي هو في ناس بتقول عليه توبي، ناس بتقول عليه مارون، ناس بتقول عليه نبيتي، عنابي، كمان برجندي، زي ما تحبوا قولوا اللي تقولوه. أنا استعملت باليتة هدى بيوتي اسمها Textured، ودي روز جولد إديشن. استعملت لون باصي، وهاخد من الاي شادو هبدأ أطبطب برضو بصباعي، أو ممكن تستعملوا فرشة توزيع مضغوطة ونوزعه على كل اللون الأسود. نفضل نزود ونطبطب على الأسود لحد ما كل الأسود يتغطى بالاي شادو اللي احنا بنستعمله، بس ناخد بالنا ما نطلعش بره الخط الأسود اللي احنا عاملينه على الطرف. وبعد كده بفرشة دمج صغيرة هاخد من الاي شادو وهنطبطب على الحروف داير ما يدور الاي شادو والكحل الأسود علشان نساوي الأطراف، وكمان نشيل أي خطوط صريحة، ويبقى في المنطقة دي لون الاي شادو هو اللي غالب. وبعدها بفرشة دمج متوسطة ننعم الأطراف جدا ونسحبها سحبة خفيفة لبره علشان نوسع اللون اللي احنا حاطينه ويطلع شوية كده يدي سموكي من على الأطراف، فيبقى عندنا تدرج من أول الرموش لون أسود غامق وعليه شوية لون برجندي، بس كل ما نطلع لفوق البرجندي يزيد والأسود يقل لغاية ما نبقى عند الطرف خالص، فيدي شكل سموكي وجذاب. وبعد كده بنفس الفرشة بالبواقي اللي عليها هيبقى عليها اسود مع برجندي، همسح تحت جذور الرموش اللي تحت عيني واعمل ظل تحتها، وامده لبره شوية علشان اوصله بطرف الاي شادو اللي مرسوم فوق. بعد كده هنضف تحت عيني بالكونسيلر وهحاول على قد ما اقدر ابقى بعيد عن اطراف الاي شادو. اطبطب عليه بالبيوتي بلندر علشان انعمه واشيل اي خطوط، وبعد كده اثبته ببودرة التثبيت. وانا هنا استعملت بودرة لورا ميرسيه اسمها ترانسلوسنت هاني. بعد ما خلصت بمشي تاني بفرشة دمج صغيرة تحت جذور الرموش علشان اتاكد ان مفيش فاصل بين الاي شادو والكونسيلر، وكمان باكد على نهاية الاي شادو في الزاوية الخارجية انه يكون انسيابي ومسحوب بشكل نظيف. بعد كده الماسكارا، وهنا بستعمل لاش برنسس الخضراء من اسنس، وبحبها في اللوك ده لان هي بتدي شكل اوفر وقوي لايق مع اللوك. بعد كده فتحت الزاوية الداخلية باي شادو اسمه باي من نفس الباليتة بتاعت هدى بيوتي، واستعملت معاه فرشة دمج صغيرة، او ممكن كمان نستعمل فرشة قلم. وبس خلاص، بكده الفيديو يكون خلص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وكمان اشتركوا في قناتي علشان تشوفوا فيديوهاتي اللي جاية، واشوف وشكم على خير. باي.